وهي جاريك. لنشوف بقى شو بدك تخلص حالك. ها؟ ماشي الحال. يا حرق اخت الزهر، هلا وقت الدرجي؟ يا سيدي اكيد الزهر متواطئ معكم، ما في كلام. إيه لكن انا كل شيء بهالضيعه بيخاف مني، حتى زهر الطاوله. ها شوف، دشيش ولك دشيش. هيك يسلم لي اللي خلقك. وهي دشيش، شفت شلون؟ نعيما ابو شنقل انتهى دقك باسرع من البرق. شو بدنا نساوي؟ هيك نصيبنا. مبروك يا سيدي. شايف يا نزار؟ شايف شو سوى معلمك؟ شنقلته لابو شنقل. مبروك سيدي. يعني بعدين هو بصراحة يعني ما بيطلع له معكم، مع احترامي له طبعا. يلا سيدي بتسمحوا لي؟ لوين؟ شو رايح تنتحر لانك خسرت؟ يا سيدي لو بدي انتحر كنت انتحرت من زمان. شو هي اول مرة بتخسرني بالطاولة؟ لا مو اول مرة، بس هالمرة خسرتك بشرط محرز. يا سيدي شو هالشغلة؟ نحن لها شو ما بتأمروا ونحن جاهزين. لا تخاف ابو شنقل، ما بدنا منك شي، بس يعني هيك بدنا عشاء صغير متواضع. على مخي من فوق، انتو شرفونا بكرة وبيحضر واجبكم. بس لا تنسى ها، عشاء متواضع، يعني اللي بقصده ما بدنا اكثر من خروف صغير ملقح فوق صدر رز او فريكه، ما في مانع عندي، مع شوية صنوبر ولوز وبندق وجوز، لانه نحن ما بدنا اياك تتكلف، كمان نحن قلبنا من الله ابو شنقل. ولو يا سيدي لعيونك، انتو شرفونا بكرة على العشاء، رح تشوف احلى منسى. ولا تنسى تجيب معك الرقيب نزار لحتى نتونس بهالوش الصبوح. نتشرف يا ابو شنكال. ولو اهلين وسهلين، الله يخليك يا رب. يا سيدي تسمحوا لنا؟ مستأنسين ابو شنقل. الى يوم السلام عليكم. وعليكم السلام يا مغلوب. وعليكم السلام. ظريف ظريف هلا ابو شنقل. مالك نزار؟ شلون شايف لي اياه؟ امانه تحكي ضميرك وعصاره تفكيرك. بصراحة سيدي ما نزل لي على معدي. لا ليش؟ مع انه كثير مهضوم، واذا كان له بعض الزعرانات فما في انسان معصوم. سيدي أنا بصراحة يعني من زمان حابب أحكي معك بهالموضوع، بس يعني متردد شوي. أنا موضوع الشلة اللي عم ترافقها سيدي، وخصوصي هذا أبو شنكل. يعني بصراحة مو من مقامكم أبدا تمشوا مع هيك ناس. وضح نزار، وضح. يعني مثلا هذا أبو شنكل، هذا واحد صاحب سوابق وأزعار، وما في حدا من أهل البلد بيطيق يسمع سيرته. بقى معقولة حضرتكم تتمازحوا معه وتستقبلوه بالمخفر وتلعبوا معه طاولة؟ شوف يا نزار، الناس بتغار من بعضها البعض، بتشوف مين صحبه مع رئيس المخفى وصار له حظوه ومكانه عنده، بيطلعوا عليه قصص اشكال والوان. طيب وعبود الطحش اللي عم تسهروا عنده، مو هديك السنة حرق مواسم بيت النمرود؟ بقى شلون انتوا عم تسهروا معه وتقعدوا على سفرته وتزوروه ببيته؟ ايه لا تدقق كتير، كان طالع خلقه الزلمه، بعدين الزلمه اكل نصيبه مشي حاله. طيب وسطام المدحلي كم مرة صار فايت على السجن؟ يمكن على عدد شعرات راسه. ومو بس هيك، في ناس بيقولوا عنه انه بيتعاطى حشيش كمان. اوه علينا واخرتها معك نزار، الناس بتحكي كثير كلها اشاعات وبرابيك. طيب سيدي انتوا ليش تحطوا حالكم على الكي بتم الناس؟ ليش ما بترافقوا شله غير هالشله؟ ايشو خلية البلد؟ مثل مين يعني؟ هات لشوف. يعني مثلا شله استاذ المدرسه، ناظر الزراعه، مأمور الطابو، شو بهون هدول؟ سمعة طيبة وأخلاق ممتازة، عين الله عليهم. هلا هي اخرتي انا يا نزار؟ امشي مع هذا الولد استاذ المدرسه وهالمفزلك ناظر الزراعه وهالمنفاخ مأمور الطابو؟ لا هي ما حبيتها منك منوب نزار، الله يصلحك على هالافكار. يعني سيدي عدم المؤاخذة، هدول مو أحسن من شلتكم؟ لا مو احسن، الاحسن على القليل يا نزار وقت عم اسهر انا ممثل السلطه والامن بهالضيعه مع هيك ناس، الامن بيستتب البلد
وما بعود في مشاكل. ليش؟ لاني دائما ضاببهم عندي ومادد لهم يدي. على كل حال قوم يلا جهز حالك اليوم لنروح نتعشى عند ابو شنقل. قوم. يعني ضرورية روحتي أنا سيدي؟ اي نعم ضرورية، ما بستغني عنك، انت ايدي ورجلي. يا جماعة الأكل أماني ها، ما بدنا نحلف يمين على حدا، أنا ما بعرف بحلف. هذيك مرة قاضي المحكمة بدي يحلفني يمين ما عرفت. ما بدها حلفانات اخي ابو شنقل. ليش الحلفان؟ ليك عبود شلون عم ياكل الرز، والرز رح يطلع من مناخيره وعيونه من قد ما عم ياكل. الحق بايدي سيدي، لانه مو كل مره ابو شنقل عم يعمل منسف. هو صحيح سيدنا كل مره حضرتك عم تطقه غلب بالطاوله حشكوا لبك، بس مو كل مره عم تلعبوا على شر. يا سيدنا يا ريت كل يوم تلعبوا وتخسروا، خلينا كل يوم ناكل لحمه. ايه حرام بعدين بفلس. يعني لو بدي كل يوم والتاني راهنه كنت شلحته اواعيه من زمان. على كل حال عم فكر هلا اني اعطيه كم دق بركي بترتفع معنوياته شوي. يا سيدي أنت كريم ونحن بنستاهل، شو عليه؟ شو يا ابو مرعي؟ ما بين معك شيء؟ لا والله يا أم مرعي ما بين شيء، أكيد مسروقة ما في غير هيك. مسروقة؟ يكسر ايد اللي سرقها ان شاء الله. لا وهي الغنمة بالذات عزيزة على قلبي كتير، أكتر وحدة بحبها من بين كل رفقاتها. طبعا الحق بإيدك لأنه أفهم وحدة عنا. يخرب بيته الحرامي شو كلب، نقى أفهم وأذكى وأسمن غنمة عنا وأخدها، الله ياخده. آمين يا رب العالمين. بس قلتك أبو مرعي مين اللي سرقها؟ مين يعني؟ في حدا غير عصابة أبو شنقل؟ ما في حدا غيرهم؟ لكن حمل حالك وركض دوس دغري على المخفر مشان تشتكي. شو الدنيا سايبة؟ يعني فكري قبل ما نشتكي ندور عليها، مو حلوة نوجع راس رئيس المخفر. لا اشتكي هلا، شو المانع يعني؟ يعني محرزة نشتكي مشان غنمة؟ امنتوا بالله على هالرجال. ولك اذا مشان غنمه ما بدك تشتكي، مشان شو بدك تشتكي؟ ابو مرعي كل اللي حيلتنا 4 غنمات، يعني ربع ثروتنا طار وما بدك تشتكي؟ معك حق، رايح اشتكي. ما بعرف شو بني يا نزار، حاسس معدتي عم تمغصني تماما. يمكن اخدين برد سيدي. حكيم امبارح نمتوا بالمخفر وكان الشباك مفتوح، اكيد اخدين برد. ما بعرف بس صدقني يا نزار مزعوج تماما مزعوج. قل له لمسعود يعمل لي كاسة نعناع. هذا سيدي ابعت لي حمى عليك ان شاء الله. شو هاد؟ يعطيك العافية سيدنا. اهلا وسهلا. خير؟ نعم يا عم. الحقيقة أنا جاي أقدم شكوى. شكوى ضد مين؟ ضد اللصوص قليلين الوجدان والناموس يلي سرقوني. خير ليش شو سرق لك انت؟ ضلي. نعم؟ ضلي مين ضلي؟ غنمتي النعومة المدللة يلي مربية كل شبر بندر. وشو عرفك انه سرقت؟ إذا ما كانت مسروقة وين بدها تكون لكان؟ بعدين الله وكيلك يا سيدي، غنمتي ذكية كتير ومرضية ومالها لا روحة ولا جية، ولا بتقارش حدا ولا حدا بيقارشها، يعني من البايكة للمرعى ومن المرعى للبايكة، يعني كتير ملتزمة من ناحية الأخلاق والمواعيد ومن ناحية علاقتها لك اختصر هلا اختصر. رح تحكي لي قصة حياتها؟ لا العفو، بس يعني أنا عم بقول طالما غنماتي رجعوا على البيت وضلي ما رجعت معهم، يعني معناتها أكيد مسروقة، لأنه بتعرف طريق الرجعة شبر شبر وما بتغيب عن البيت أبدا مهما كانت المغريات. النعنع على النار سيدي. ماشي الحال. الله يرضى عليك يا نزار، افتح محضر وحط لي الترويسه. حاضر. ايه سيدي، انت امتى اكتشفت السرقه؟ أول ما اطلعت على البيكة وما لقيت الغنمة اكتشفت فورا إنها مسروقة. ها يخزي العين شو انك ذكي. يعني رئيس المخفر بيقصد يقول لك بأي ساعة بتتوقع تكون السرقة حصلت؟ امبارح قبل المغرب. طيب انت بتتهم حدا؟ كيف يعني؟
شلون كيف يعني؟ يعني في حدا ببالك بتظن انه هو اللي سرق الغنمة؟ بصراحة يا سيدي في. مين؟ يعني مين بده يسرقها سيدي غير شيء ابن حرام؟ اولاد الحرام كتار يا سيدي. هلا لا تلجأ للتعميم. التعميم مثل التعتيم. إذا بتشك بحدا حدد من هلا ولا تخاف. أنت بأمان. يعني عم بقول ما في غير شي حدا من هدول المشبوهين واصحاب السوابق. هلا لا تضوجني ولا تخليني اسحب الكلام انت امك سحب. مثل مين يعني؟ يعني ممكن يكون سطام المدحلة لأنه هذا خريج حبوس وصاحب سوابق. سطام المدحلة؟ لا 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 لا، مو معقولة أبدا، مو معقولة أبدا يكون سطام المدحلة. قال سطام المدحلة، قال يخرب بيتك، يخرب بيتك وبيت بيتك. ليش سيدي؟ لأنه سطام المدحلة أنا يلي بعرفه، اسألني إلي. صحيح هو كان شراني وأزعر وكلب، بس هلأ صار غير شيء، غير شيء بتاتا. رجع إنسان جديد بعد ما تاب ورجع لجادة الحق والصواب. يعني اختلف رأسا على عقب، 360 درجة اختلف. شو يعني سيدي؟ يعني سطام المدحلة بعيد عن الشبهات تماما، بعيد. بقى نقي غير اسم، نقي ولك خلصني. سيدي بهالحالة ممكن يكون عبود الطحش. ولك انت منين بتجيب هالاسماء؟ ها؟ عبود الطحش؟ يخرب بيتك، عبود. لك عبود اذا انا بسرق هو بيسرق، الطحش هاد. حاشاكم سيدي انتم ما بتسرقوا. عبود الطحش ما بيسرق. هذا زلمه ادمي كتير ومهذب كتير، والقط بياكل له عشاء وما بيقول له بست. المسكين له تم ياكل وما له تم يحكي. مو هيك يا نزار؟ ايه طبعا، لكن بس يا سيدي هذا صاحب سوابق. بلا سوابق بلا موابق. هلا كل واحد قعد لي بالحبس شهرين ثلاثة بدنا نسميه صاحب سوابق؟ إيه حرام عليك يا رجل، حرام. تضرب براسك. إن بعض الظن إثم. لكن بمين بدي شك يا سيدي؟ يعني إذا ما شكيت بأصحاب السوابق والمشبوهين بمين بدي شك؟ يعني عدم المؤاخذة سيدنا، بالدول الكبيرة سمعت إنه بس حدا يبلغ عن شي سرقة أو جريمة بيجيبوا كل المشبوهين وبيضلوا يقتلوهم ويرفعوهم فلقات لحتى يطالعوا الحرام من بيناتهم. ولك شو أنت جنيت؟ هسترت يعني؟ شو باكلك؟ شو الظاهر طفوا اللمبات تبعاتك وأنت مالك حاسس؟ طفوا؟ ليش سيدي؟ لأنه هذا الحكي مو عنا. نحن ما عنا هيك شي منود. اسلوب التحقيق عنا حضاري كتير ومتطور. يعني بالروحي، بالعيني، بالدلال، بالكشكشة بنسحب الاعترافات. والمتهم عنا بريء حتى تثبت إدانته، مو مدان حتى تثبت براءته. بقى شو فلقات وما فلقات ولد؟ وين عايش انت؟ بغابة ولا بزريبة؟ شو شايفنا قدامك؟ وحوش؟ تضرب براسك. لا تؤاخذنا سيدنا، يمكن ما عرفت أعبر. يعبرك ابو ملعون. قال ما عرف يعبر. قال لي لشوف. قول. بتشك بحدا؟ بس لا تقطش وتلحش على كيفك، ولا ترمي المحصنين الغافلين، بيكون احسن. سيدي طالما انتم بتشوفوا انه سطام وعبود بعاد عن الشبهات، معناتها ما ضل غير ابو شنكل. مين؟ ابو شو؟ ابو شنكل سيدنا، هذا يعني زلمه مقطع السابله وما بيفرق بين الحلال والحرام وازعر لك شو ازعر وما ازعر انت تاني؟ شو عم تحكي انت؟ ابو شنقل بعيد عن الشبهات تماما. ابو شنقل هذا اللي عم ضربك، هذا زلمه وجيه ومقدر. عيب عليك يا رجل، عيب. ليش طائق عرق الحياه عندك انت؟ اتهام الناس بهالطريقه مو سهل. بعدين ابو شنقل بالذات مستحيل يعملها. ليش سيدي؟ لاني كنت سهران عنده امبارح، وبالعلامه كان عازمنا على منسف. منسف؟ ايه نعم منسف. منسف خروف سيدي؟ طبعا منسف خروف، لكن منسف ضبع؟ هي اكيد ضلي. نعم؟ شو عم تقول؟ لا ما في شيء، سلامتك سيدي.
شوف، على كل حال نحن رح نتخذ اجراءاتنا للكشف عن الجاني، ولا يهمك. روح تيسر، نام بفراشك، وان شاء الله غنمتك عما قريب بترجع لك. حاضر سيدي، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. مهونة. ما بقي علينا غير ابو مرعي. اخ، المغص عم يروح ويجي. وين النعنع يا نزار؟ حاضر سيدي، يبعث لي حمى عليكم سيدي. يا مسعود شو صار بالنعناع؟ ايه شو هالحكي يا رجال؟ مثل ما عم بقلك، صدقيني صار يدافع عنهم كأنهم ابوه. حاجة بقى، معقولة رئيس المخفر يعمل هيك؟ ايه هو شو بده بهالشغلة؟ شلون شو بده بهالشغله؟ خدي مني ما يكون عم بيقاسمهم ويغطي عليهم. شو هالحكي؟ هلا معقولة يكون حاميها هو حراميها؟ معقولة ونص، السلطة بإيده ما في مين يحاسبه والضمير نايم، ليش لحتى ما ينتفع؟ قولتك، والمثل بيقول لك الحرامي بينام فوق اسطوح المخفر، ليش؟ أأمن له. بيني وبينك ما في غير أبو شنقل اللي سارق الغنمة، لأنه مو معقول يتكرم على رئيس المخفر من كيس حاله. يتكارم؟ ومن له ليتكارم؟ ايه كله شقفة حرامي لص لا راح ولا اجا. طيب شو بدنا نساوي هلا؟ أنا بصراحة حاطط أبو شنقل وظلمه بذمتي، لأنه يا مين تراهم حايسين حوالين الزريبة صاروا أكثر من 10 أيام. والله محتارة يا أبو مرعي. أنا كل اللي بيهمني أعرف مين غريمي حتى ينال جزاؤه، وأعطي رئيس المخفر درس ما ينساه. إيه حاجة بقى طلعت إيدها، لسه حامل لي هالمجرمين فوق راسه وراكد. وبعدين أنت شو رح تعمل؟ هلا بتشوفي وتسمعي شو رح أعمل. يعني إمتى ممكن ينكمش الحرامي سيدي؟ ليك والتاني على هالتساؤل البايخ. إيه شو الحرامي بجيبتي؟ روح بقى، حاجة تنام فوق راسي. روح انصرف يلا. سيدي أنا عم بحكي هيك حرصا على صحة المواطنين. شو قصدك؟ الغنم يضلي، قصدي غنمتي المسروقة، يعني أكلت امبارح عشبة سامة قبل ما تنسرق، وأنا خايف الحرامي يذبحها ويبيعها لحم، ومو بعيد أبدا يكون لحمة متسمن. مشان هيك أنا حريص إنه الحرامي ينكمش بسرعة قبل ما يبيعها ويتصرف فيها أو يذبحها. شو هالحكي؟ يعني ممكن يكون اللحم مسموم؟ ممكن سيدي، ممكن. صارت معنا مرة، بس ربك حميد اداركنا الموضوع وسحبنا المنسف المسموم من بين ايدين الأكيلة قبل ما يخلصوه واسعفناهم ومشي الحال. يا نزار، خد دورية درك بسرعة واشحط لي عبود الطحش وابو شنكل وسطام المدحلي وحطهم على الدولاب وسال فيهم فلقات لحتى يعترفوا بالغنمة مسروقة. بسرعة يلا. حاضر سيدي. شو بك انت تاني؟ ما بعرف بس بطني عم يجعني. خير ان شاء الله. شوف، هلا خلال ساعة بيطلع الحرامي يا ابو مرعي. الله ياخذ بيدكم سيدنا. امين. الو دخيلك، اعطيني المستوصف بسرعة يا طراد افندي. الو دكتور، دخيلك لحاني. ما بعرف، يمكن معي تسمم. لا معي شوية مغوصة. لا بس يمكن هلا تبدا معي الاعراض. ما بعرف، بس يمكن اكل لحمة مسمومة. الحقوني دخيلكم بسرعة. والله لا اخرب بيته لهلا ابو شنقل، بده يسممني بعد ما سلمته دقني وحطيته بحضني. شوفوا على هالاخلاق وقلة الوفاء وانعدام الولاء. العمى نيمته على اسطوح المخفر ومسحت من سجله كلمة ازعر. تاري الندل بده يطعني من قفا ظهري بالخنجر. الله اكبر على هيك ناس، الله اكبر. سلامتك يا مدام انتصار، سلامتك، ألف سلامة يا ربي، ريت الوجع على قلبي إن شاء الله. سلامة قلبك. حملوها ونقلوها لهون. لا بنزل لحالي. تنزلي لحالك؟ أكيد بتقدري؟ على مهلك شايف. سلامتك، ما عجبك العافية إن شاء الله.
دكتور مطيع. نعم دكتور. الله يرضى عليك، اعطيه الابره المهدئه فورا. لك اجازه دكتور. لا مو انت. نيفين، اعطيه الابره الله يرضى عليكي. الى الوراء، در بالعضل اللي عنده. فوري هالراديو دخيلكم انطوشت. مهنا اطفي لنا الراديو. دخيلكم وين انا؟ شو هاد؟ وين تركتوني؟ يا ممرضة يا دكاترة دخيلكم الحقوني. رحموني رجعوني. شو هالحكي؟ معقولة؟ ما نقصت ولا زودت حرف، هذا اللي صار، وهذا اللي كتبته مشان انشره بزاويتي اليومية والرفض. طيب شو قصتك الثانية؟ أنا ما رح أعلق على هالقصص لحتى تنتهي. يا سيدي قصتي الثانية هي كالتالي. يا ناس، يا عالم، يا شرطة، دخيلكم الحقوني. طول بالك يا اخ، طول بالك. دخيلكم الحقوني، في مجنون عم يفل علي الباب بده يقتلني. يا ناس، يا عالم، يا شرطة، مشان الله الحقوني. لحظة يا حباب، لحظة إذا بتريد. خير يا أخي، شو في؟ ممكن تكلف خاطرك وتيجي معي دقيقة؟ لوين يعني؟ يبدو في شخص عم يعتدي على الثاني وعم يهدده بالقتل. هون المحل، قريب بالحارة الثانية. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، يعني لازم تنقذوه قبل ما يقتلوا المجرم. بس أنا ماني علاقة بك موضوع. شلون ما لك علاقة؟ مو شرطي حضرتك؟ مبلا شرطي، بس بالهجرة والجوازات. يعطيك العافية. ولك يا شرطة، مشان الله انقذوني قبل ما هالمجنون يقتلني. ولك يا شرطة. جيت بوقتك. خير. من شان الله تجي معي. يمكن تصير جريمة قتل بالبيت هون اللي بالحارة هي. للأسف أنا مالي علاقة. لك شلون ما لك علاقة؟ إذا شرطي وما لك علاقة، مين اللي له علاقة لكان؟ لك يا عيني أنا مش شرطة المرافقة بالوزارة، فهمت علي بقى؟ لك يا شرطة، يا حراس، ولك مشان الله اطلعوا لعندي. لك طول بالك. لك يا شرطة، المجنون بده يقتلني. ولك يا شرطة. ولك يا عمي ما حدا عم يرد علي. لك يا شرطة، يا حراس. صادر وقف. من شان الله يا أخ، من شان الله، في رجال عم يستغيث ويمكن ينقتل إذا ما لحقتوه، بتروح عليه حياته المسكينة. طيب شو تريدني أعمل لك يا حبيبي؟ يعني كان دخل اختصاص غيري؟ لك شو تتدخل باختصاص غيرك؟ ليش أنت مو شرطي؟ بلا بس أنا شرطي بالبلدية وما علاقة بالمواضيع هاي كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. وين بتشتغل حضرتك؟ بالشعب الثاني ليش؟ وين يعني بالشارع الثاني؟ شعبة مكافحة الجرائم ليش؟ أخ الحمد لله. ممكن تشرف معي يا أخي. في شخص عم يتعرض لجريمة قتل وما في حدا ينقذه. وين؟ هون بالحارة اللي جنبنا. والله إذا بهالمنطقة بدك تعذرني يا مواطن. ليش بقى؟ لأنه هاي المنطقة مو منطقتي. وين منطقتك لكان؟ أنا مسؤول عن منطقة فيلات الأستراد. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالنهار هاد؟ والله تربطت ايدي. لك يا شرطة، لك مشان الله انبح صوتي. ولك يا شرطة. معقول هذا اللي عم يصير؟ من شان الله جاوبني، انت مبين عليك رجال صاحب ضمير. لا والله مو معقول، بس شو طالع بالايد؟ على كل حال انا بعرف شلون الشرطه رح تلبي. لك شلون من شان الله؟ لانه هذا المسكين اللي عم يصرخ ومرعوب يمكن ينقتل ونحن واقفين عم نتفرج. هيك فكرة؟ ما في غير هيك. لك يا عالم، شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالاهمال؟ لك يا عالم شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالاهمال؟ تفضل معنا يا ست فريد. لوين بدي تفضل؟ مو شغلك هنيك بتعرف. وين هنيك؟ بالفرع. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ انا رجل امن. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الرجال اللي رح ينقتل شو مصيره؟ بيقربك شيء؟ لا حبيبي ما بيقربني منوب.
بس من منطلق انساني التهفت له وحبيت ساعده. هلا صار بده مين يساعدك؟ شرف. روق بنتك طول بالك يا عمي. لك طول بالك شو سوينا؟ العبها. هيك؟ لك مش حبينا نساعد الزلمه نحن. ولك يا شرطة يا أمن يا جنائية مشان الله الحقوني. بتعرفوا شو لازم تساووا فيه لهذا عم يجعل اصرار؟ تكتبوا له ضبط اغلاق راحه للجوار. اوام عينك. شو تعليقك استاذ معاويه؟ الحقيقة ما عندي تعليق، لأنه يا أستاذ هشام القصة ظريفة وفارضة نفسها، ودائما الأدب والفن الساخر بيلجأوا للمبالغات والتجسيد والتهويل، وبيعملوا من الحبة قبة مشان لفت النظر، مثل رسامين الكاريكاتير يعني. تماما، كلام سليم. ويا ترى بقية قصصك هيك؟ بتحب تسمع كمان استاذ؟ يا ريت. يا سيدي، هي القصة صارت مع أحد المليونيرين. والله يا أبو جهاد أنا مالي موافقة على هالمشروع. ليش يا سلوى؟ لا تغلطي، المشروع مهم كتير. بيجوز يكون مهم، ما بقول لك لا، بس أنا خايفة تكون تكاليفه كتيرة. يا ستي اطمني، المصاري موجودة، لا تاكلي هم انت. إيه بس بخاف هالمشروع ما يجيب تكاليفه أو يخسر لا سمح الله. لا لا، ما في مشروع بيخسر، خاصة إذا كان مدروس. ما بعرف شو بدي أقول لك، أنا مشروع حديقة الحيوانات كله على بعضه ما حبيته. ليش؟ صدقيني مرابحه خيالية. يعني أنا لما كنت بأمريكا المرة الماضية اجتمعت بالمسؤولين بحديقة ديزني لاند، استفسرت عن كل كبيرة وصغيرة، ولقيت هالمشروع إذا صار عنا بده يكسر الدنيا. خاف الدولة تسبقك وتفكر بالمشروع قبل منك. يسلموا هديات يا حبيبتي يا رولا. الله يسلمك. يسلموا. الله يسلمك. يا ستي الدولة خاطر ببالها هالمشروع من زمان وما كان يشبع دراسة، فليش ما مننفذه قبل ما تنفذه هي؟ هلا أنت ما لقيت تفكر غير بالحيوان، فكر بالإنسان. ليش هذا المشروع مو للإنسان؟ ليش فكرك أنا رح أبني حديقة حيوان وحط ناس بقلب القفاص وخلي الحيوانات تتفرج عليهم ولا العكس؟ يو أنت الثاني. على فكرة نحن في عنا حديقة حيوانات بالريف. ها؟ نحن عنا حديقة حيوانات؟ طبعا. وين بقى؟ شو وين؟ عم اقول لك بالريف يا سيدي، فيها قرد وسعدان وقطة وأرنب وطاووس وديك حبش كمان. ها قلتك، فليش نحن نحط مصاري على الفاضي؟ طيب هلا أنا فرضا وافقتك على الفكرة، مطالعة الرخصة تبع المشروع سهلة ولا صعبة؟ لا والله مو بسهولة يا سلوى، فيها عذاب ما بعده عذاب. يعني حلك انت تعرفي روتين بلدنا. روتين ولا شي تاني؟ ستي من جميعه. هلا انت بتعرفه للمدير العام تبع الرخص؟ لسوء الحظ انا بعرف ناس كتير، بس هالشخص هاد بالذات ما بعرفه. يعني جديد؟ ايه جديد، وانا كنت اعرف اللي قبله. بس هداك كان راسه ناشف كتير. وهاد كمان سمعت انه راسه انشف من هداك ب1000 مرة. شو عرفك؟ لاني بصراحة قدمت رخصة للمشروع بدون ما اقلك ورفضها. شلون هيك ما بتقلي؟ قلت لحالي خليني احط الرخصة بجيبتي، بعدين يا بنفذ المشروع يا اما بلغي. يعني اجتمعت بالمدير العام؟ لا، بعت الرخصة بالبريد. وشو اسمه المدير؟ اسمه هاني عبد الحق. لا، وكل واحد عامل لي حاله شريف من اشراف مكة. طيب اذا رفض لك المشروع مرة تانية شو رح تساوي؟ لا تخافي علي، ما رح خليه يرفض. يعني بدك تعطيه مصاري؟ ما بعرف يا سلوى، لانه سمعت انه هالزلمه يا اما كرشه كبير يا اما انه ادمي فعلا، لانه عم يقلع الناس من عنده تقليع وما عم يوافق لحدا على اي مشروع. طيب ليكون هيك التعليمات؟ ما في تعليمات ولا بطيخ مسمير، بس هذا الزلمه ما بيقبض الا بالكبيري، اما المبالغ السخيفه فما بتعبي راسه منوب. هيك سمعت، انا لسه ما شفته. شلون بدك تشوفه؟ اخذت منه موعد بكره. طيب كيف بدك تفتحه بالموضوع اذا رفض لك المشروع؟ موضوع شو؟ ليكون قصدك موضوع الإكرامية؟ ايه ما بعرف، محتار يا سلوى، لأنه الإكرامية صار موضة ما شاء الله. وكان
لا والنهفة اني ما بعرف مين مفتاحه حتى خليه يدبره. طيب شو الطريقة لحتى تعرف مين مفتاحه؟ ما رح استنى، رح اروح لعنده هيك دجني دجتك العافية وانا وحظي. معناها في شي ببالك اجوزي وبعرفك. ستي انت ادعي لي والك علي اذا هاني عبد الحق وقع على الرخصة اني اشتري لك مزرعة يعفور يلي شفناها اليوم واستغليناها. عم تحكي جد؟ ولك طلباتك عندي اوامر. صباح الخير استاذ. صباح النور. وصل ابو جهاد. ابو جهاد خليه يتفضل. حاضر. تفضل استاذ. شكرا يا انسي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل. شكرا استاذ. يا اهلين وسهلين. شلون الصحة؟ ان شاء الله مرتاحين. نشكر الله دائما وابدا. هو صحيح ما صدف اني التقيت بحضرتكم بس مسموعاتكم العطيرة هي اللي دفعتني لزيارتكم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. شرفت. شلون بتحب قهوتك؟ وسط لو سمحتي. قهوة وسط يا انسي. حاضر استاذ. هو الحقيقة أنا كمان سمعت عن نشاطاتك ومشاريعك الاقتصادية الهامة يلي من شأنها تخدم البلد. الحمد لله يا سيدي. ولحسن الحظ إنه طلبي هالمرة عندك وبتمنى منك إنك تلبيه. ما منقصر إن شاء الله، على عيني. نحن بدنا خدمة يا أبو جهاد. هذا يا سيدي من مدة قريبة طلع من دائرتكم الفنية أمر بعدم الموافقة على مشروع حديقة الحيوان بوبي لاند يلي ناوي ابنيها بهالبلد. وبصراحة أنا يعني استغربت هالرفض مع أنه المشروع مستكمل لجميع المواصفات الفنية والتقنية وبيشمل قانون الاستثمار رقم 10 واللقمة وصلت للتم. بيجوز، بس ما بتشوف معي إنه هاللقمة كبيرة شوي، لأنه معلومك اللقم الكبيرة بتعمل عسر هضم إذا انبلعت. يعني الشغلة مو سهلة مثل مالك متصور. البركة فيك هاني بيك، يعني الشغلة بإيدك وبتوقيع صغير من جنابك بيمشي الحال. اسمح لي اقول لك يا ابو جهاد انك غريب الاطوار. انا غريب الاطوار؟ ليش هاني بيك؟ يعني كل مشاريعك فيها جرأة وتجاوز وطموح. ايه طبعا، لانه رجل اعمال وجبان ما بيصير، والمشاريع الكبيرة بدها قلب قوي والباقي على الله. طيب شو اللي خطر ببالك تبني حديقة حيوان؟ سؤال وجيه هاني بيك، وهالسؤال له عندي قصة. هات لشوف شو هي. الحقيقة أنا حبيت ابني حديقة حيوان وفاء مني لكلب الله يعزك، وناوي سميها بوبي لاند. ما فهمت عليك. وفاء منك لشو؟ لكلب الله يعزك. لأنه الحقيقة كان عندي كلب بالفيلا تبعي مشان أغراض الحراسة ومات، وأنا حبيت ابني له حديقة حيوان وفاء مني لشخصه وخدماته. ما قلت لك انك انت غريب الاطوار يا ابو جهاد؟ لك حدا بيبني حديقة حيوان بمئات الملايين وفاء لكلب؟ قل لي يا ابو جهاد، هلا انت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ صدقني ما عم بمزح هاني بيك، بس انت لو تعرف شو مزايا هالكلب كنت عذرتني وعطيتني الرخصة فورا. وشو مزايا هالكلب بقى؟ ها اولا كان شجاع جدا وقلبه قوي، حتى انه مرة صار عندي حريقة وعلق القط الصغير جوات الغرفة، فما كان من الكلب الا انه اقتحم النار ومسك القط من رقبته بسنانه وانقذه. هيك لكان. وشو كمان؟ النقطة الثانية المهمة بأخلاقه هي الوفاء. يعني مرة مرضت مرضى تقيلة تماما، فالمسكين قعد قدامي ليل نهار وهو عم يخدمني ويعطيني حبوبي وأدويتي بمواعيدهم. مرتي يلي هي مرتي ملت مني ومن ضعفي، بس هالكلب ما مل وما صدق امتى طبت. هلا معقولة كلب يعمل ممرض؟ الله يخليك يا ابو جهاد. مثل ما عم قل لك، وفوق هالشي كان أمين جدا. اسمع هالقصة هاني بيك. مرة ضوعت جزداني وفي أكثر من $50,000 ترافل شيك. أنا بصراحة قطعت الأمل إني لاقي الجزدان، وما شف لك إلا بوبي بعد ساعتين
جايب الجزدان لنص حضني ومو ناقصين شيك واحد. ها هلا هيك عمل الكلب؟ والله اللي ما بيعرفك بجلك يا ابو جهاد. يعني عدم مؤاخذه، انت جاي تضيع لي وقتي وتتمسخر؟ شو شايفني قدامك؟ لا لا ابدا ابدا، معاذ الله اني اتمسخر، انا عم بحكي حقائق ووقائع جرت معي شخصيا. حتى انه بوبي من كتر ما بيحب الاولاد سرق مني مره 500 ليره، فقلت لحالي منين متعلم هالسرقه ابن الكلب؟ يعني لو انه فايت دواير ومؤسسات بجوز يكون تعلم يسرق، بس بوبي ما بيخالط حدا منه. المهم مو داري لك هالبوبي بده يشتري اكلات طيبه لاولاد الناطور. هلا لا تجنني يا ابو جهاد، الله يخليك، انا ماني فاضي للسرسره واللعي، عندي مشاغل فوق راسي. بس انا يا هاني بيك ما عم اخترع القصص اختراع، عم بحكي واقع عشته وشفته وجربته. ولك يا بني ادم، معقوله كلب يعمل كل العمايل؟ البني ادم ما بيعملها؟ لا ومو بس هيك هاني بيك، في شي تاني؟ ايه نعم يا سيدي، بوبي قبل ما يموت سلمني وصيته. شو سلمك؟ وصيته سلمني الوصيه تبعه. اتق الله يا رجل، وحاجتك تخريف بقى، العمل نصها. شو جنيت يا ابو جهاد؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ صدقني ما جنيت يا هاني بيك، لساتني بعقلي. شلون بعقلك لساتك شلون؟ معقولة كلب يوصي؟ إيه هذا اللي صار، كلب وصى. وشو وصاك بقى؟ تعمل له سبيل مي على روحه ولا تفتح له سوبر ماركت العظام؟ لا مو هيك وصيته، وصاني بوبي اني ابني حديقة حيوان حتى يزوروها الاطفال ويتذكروه، لانه هو كان معشراني كتير، يعني صديق حميم للاطفال. ها وبدك ياني بجلالة قدري وارتفاع مركزي اعمل بوصية كلب واعطيك الموافقة على رخصة البناء؟ شو هالكلام اللي ما بينسمع يا ابو جهاد؟ قسما بالله لولا مكانتك وموقعك بالبلد كنت الغيت الزيارة فورا، مو ازدراء لشأنك واستخفافا بشخصك. إيه بس كمان مو معقولة تقعد تحكي شروي غروي وتضيع لي وقتي بقصص الكلاب. والله يا هاني بيك انت حر، بدك تعطيني الرخصة اعطيني، ما بدك تعطيني انا ما بقدر اجبرك بنوم، انت حر. ماشي. على كل حال من جملة ما وصى بوبي وصالك بشيك قيمته $200,000، بس انت حر يا اخي. بشو وصالي؟ $200,000. الي انا؟ نعم. وبوبي ذكر اسمي بالوصية؟ ايه طبعا، ليش جاي يزورك لكان؟ مشان سلمك الشيك، بس مو مشكلة هاني بيك، انا ما بقدر اغير قناعاتك ابدا. السلام عليكم. لا لحظة يا ابو جهاد، لحظة الله يرضى عليك، تفضل ارتاح. لك ما استوعبت منك، انا ما عم استوعب، بدي اياك تفهمني. هات لشوف، عدلي تفضل ابو جهاد. يا هاني بيك انا ما بقدر اجبرك تاخذ الشيك، انت حر التصرف طبعا، بس مكتوب بالوصية اذا لم يقبل هذا المدير بين قوسين هاني بيك المطيلس، اذا لم يقبل هذا المبلغ فارجو تقديمه لجمعية خيرية. على كل حال فرصة طيبة هاني بيك، وانا سعيد جدا بالمعرفة. لحظة يا ابو جهاد، عود لسه ما شفناك منيح، عود تفضل ارتاح. خير في شيء هاني بيك؟ لا هو بس بصراحة أنا عم فكر إنه الوصية لازم تحترم ولازم تنفذ حتى تطمئن روح صاحبها. شو قصدك هاني بيك؟ يعني أنا مضطر غصبا عني واحتراما لآداب الوصايا إني أقبل، ما في كلام. وأنا هيك عم أقول. اتفضل يا سيدي، وهالشيك. شكرا يا أبو جهاد. أنا ما دخلني، ما أنا إلا واسطة بينك وبين بوبي. يعني إذا كانت بتجوز الرحمة عليك يا سيد بوبي وغفرانك يا ربي، فرحمة الله على سائر ما خلق. معاملتك عندي يا أبو جهاد. مع الموافقة الفورية للضرورات الملحة. تفضل يا أبو جهاد. يا سيدي كتر خيرك، وأنا اعترافا بتفهمك العميق وتعاونك رح أبدل اسم الحديقة من بوبي لاند لاسم تاني من بعد إذنك.
ايه وشو رح تسميها؟ يا سيدي رح اسميها هاني لاند. يا سيدي قصة حلوة وجريئة. هو صحيح أنا بحسب حساب للرقابة كتير، بس هالمرة يا أستاذ هشام بدي أنشر هالقصص وعلى مسؤوليتي الخاصة، لأنه يا أخي أحيانا بالرقابة بزودوها شوي، وياما في أعمال تحفظت عليها الرقابة ونشرتها أنا، وبعد نشرها أخذت من المسؤولين الكبار شهادات تقدير هالقد أدى وكتب ثناء. يعني عجبتك القصص أستاذ معاوية؟ أنا عجبتني، طبعا الرأي للجمهور. أنت عطيني هالمخطوطات كلياتها ورح باشر لك بالطباعة إن شاء الله. بالحقيقة أنا عاجز عن الشكر. يا سيدي إن شاء الله تكون فاتحة خير. تشرب قهوة؟ إيه والله جبتها. اطلب لنا لكان. يا أيمن. وهي الكتب صارت جاهزة أستاذ هشام. الله يعطيك العافية. لو بدك توصلهم أستاذ على البيت؟ لا رايح أوزعهم على المكتبات فورا. أستاذ بدك أي مساعدة إلي؟ لا سلامتك. الله يسلمك. سلم لي على الأستاذ وقول له بكرة الصبح بمرق لعنده. ولا يهمك، مع السلامة يا أستاذ. الله يسلمك. يسرى. الله معك. الو، مرحبا استاذ معاوية. خير؟ ليش المطبعة مسكرة؟ شو ليش؟ تاري سلطة الرقابة أقوى من كل السلطات.